في ناس تصلي وتبوق، في ناس تصلي وتظلم وتاكل حقوق الناس، في ناس تصلي وتتكلم بأعراض الناس، يعني تصبح صلاتهم عادة ما هي عبادة. الحكم كلمة دمها تقيل، لنا ولن تقدها. قبل ما تحكم على الناس لازم تفهم إن كلنا عندنا عيون لكن لا نملك نفس النظرة. عشان كده مش بالضرورة حكمك أو حكمي يكون صح. افتكروا دايما المظاهر في معظم الأحيان خداعة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول وحطي لي لايك وكومنت حلو منك، وما تنسيش تشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه. بصوا يا بنات، انا بصراحه زي ما قلت لكم روقت وعملت روتين وفرشت معاكم ونضفت البيت جدا، بس الضرفه اللي فيها لبس الخروج بتاعتي دي عايزه اقول لكم متبهدله، يعني ايه، مش مترتبه يعني، بس هي نظيفه، انتوا فاهميني؟ يعني كم مره جيت خدت كام حاجه كده فحسيت ان هي اتقلبت، فحبيت المعها معاكم وارصص الهدوم بتاعتي معاكم. وبعدين حاسه ان في زحمه، حاسه ان كل شماعه فيها حاجه لوحدها، فقلت لا خليني اعملها والمعها كده بالبليتش. وانا بجد حاسه ان مخنوقه عايزه اعملها. فبصوا دي كام شنطه كده، لان بره بصراحه ما فيش مكان في الجزامه بتاعتي ان انا احط فيها بقيه الشنط. تمام، فبحط هنا شويه تحت الهدوم في الضرفه دي وشويه في الضرفه الاخيره. بصوا انا كده طبعا طلعت معاكم الهدوم كلها، طبعا الهدوم كلها مغسوله ونظيفه، بس بصراحه مش مكويه يعني. الدريسات دي بقى اللي انا اشتريتها معاكم في الشتاء، فاكرين؟ ما لبستش الا كل واحد فيهم يعني مره واحده لما عملت معاكم تحدي البيتزا لو فاكرين. لبست الدريس ده، شوفوا هو بيتلف كده ويتربط من على الظهر. ده بيزك شتوي ليه بلطو، بس مش كل لبس الخروج يعني، زي ما عرفتكم فيه لبس تحت السرير. والسلوبته دي يا بنات بتبقى حلوه قوي في اللبس، لبستها برضو مره معاكم جايبيه من المغرب. طبعا في حاجات متشالة، مش كل اللبس برضو. السلوبيتا دي لبستها معاكم برضو قبل كده. يلا بصوا يا بنات، عايزة اكلمكم في حاجة بس عشان في بنوتة علقت لي بتقولي هو انت ليه لما مثلا بتيجي تقولي لنا على حاجة بتقولي لنا هي غالية قوي؟ بصي يا حبيبتي، انا بفهمك حاجة. لو والله انا رديت عليكي وهي يعني البنوته ما غلطتش ولا قالت اي حاجه، بس انا يعني حابه ان انا افهمك، لان بصراحه يعني الكومنت مش هيوصلك اللي انا عايزه اقوله لك. بصي انا لما باجي مثلا اشتري حاجه ولا تكون عندي مثلا حاجه غاليه، بقول مثلا ده غاليه. ولو تفتكروا يعني جيت كم مره نزلت اشتريت حاجات كمان للسوق قلت لكم الاسعار بقت غاليه جدا والدنيا بقت غاليه مش عارفه ايه. انتوا حتى لو انتوا ما بتنزلوا دلوقتي تشتروا حاجه، هل الاسعار رخيصه ولا غاليه؟ الاسعار غاليه، ما فيش حاجه رخيصه. انا بقى لما باجي اتكلم مثلا على طقم ولا بتكلم على حاجه انا بوصفها لكم ولا بتكلم عنها، بكون يعني بتكلم على حاجه زي ما انا جايباها. مثلا انتوا لو في طقم دلوقتي سالتوني عنه، هقول لكم مثلا مثلا الطقم ده اللي هو السواريه دوت انا كنت جايباه ب600 جنيه، فاقول لكم ده غالي. مش يعني هي كلمة بتكون كده يعني، انتوا فاهمين؟ انا حبيت بس اوصل لك يا حبيبتي الكلام. انا عارفة ان انتي بتتابعيني يعني وكده، فانا ما عرفتش افهمك بس في الكومنت. بس والله هو ده يعني القصد. وبعدين والله هي كل حاجة غلت يعني في حياتنا عامة، مبقاش في حاجة رخيصة. انا متهيالي اكل الفراخ كمان بقى غالي، يعني انا ما عندناش فراخ ولا حاجة، بس انا متهيالي كمان اكل والله العظيم الطيور كمان بقى غالي. يعني كل حاجة بقت غالية، ما فيش حاجة بقت رخيصة. تمام، يلا بقى بصوا انا في اطقم بحطها على بعض كده، اللي هي يعني مثلا البنطلون الجينز يكون ليها شميز فبعلقهم على بعض. البلوزه دي طلعتها تاني لان البنطلون ده بتاعها الاسمر، فقلت خليني اعلق كل حاجه بالشماعه كده الطقم على بعضه. طبعا في بناطيل انا حطاها كام واحد على بعض، يعني كميه بناطيل جينز كتير. طبعا ده كله كان متلخبط،
كنت ملخبطه الاوضه، وكان مش عارفه احط اي حاجه في الضرفه دي، بجد كانت زحمه جدا. بصوا دي بناطيل بقى جينز، عايزه اقول لكم بناطيل كتير. وعلى فكره يعني انا عايزه اقول لكم 85% من الحاجات دي انا ما لبستهاش. يعني لما جيت من السفر دايما بخرج هنا بعبايه، لما بسافر بقى ولا اروح مشوار ولا حاجه لا بلبس لبس خروج. ده برضو كان شتوي، بس مش عارفه ما لقيتش الحزام بتاعه، ليه حزام برضو ابيض فاسمر. الطقم ده بيبقى حلو قوي يا بنات. هجيب ايه البوكليت ده، اشتريته برضو معاكم في الشتاء. فاكرين اللي خدت فيه الكورس بتاع الميك اب؟ البلوزه اللي انا على ايديها دي نفس اللي انا لابساها بالظبط. ودي بناطيل برضو ما لبستهاش، في حاجات فيها كتير ما لبستهاش. انا تخيلوا يا بنات ان انا عندي البناطيل اكتر من البلوزات، او ممكن البلوزات تكون في الشنط، مش عارفه، مش كل اللبس مطلعه. بصوا ده الطقم ده الجينز ده جايباه من زارا، بيبقى حلو قوي في اللبس. ليه بادي كات كده ابيض بس والله مش عارفه برضو فين. مش انا بقول لكم انا بجد كنت مخنوقه جدا، لبسي كل حاجه في حته. الشميز ده بنطلونه، ده تيشيرت بنص كم كده. بصوا بورقته ما لبستهوش برضو. الشميز ده برضو ضايع الحزام بتاعه، شكرا. شكلي نسيته بقى، في ضاع مني في المغرب او حاجه. البنطلون الاسمر ده ليه بلوزه، شوفوا الحول انا حطيت له بلوزه تانية، والبلوزه دي ليها بنطلون جينز كحلي. انا مش عارفه انا ايه، بس يعني بصوا الحمد لله ان انا وصلت للنتيجه دي واتشجعت وقمت. بجد بجد كنت مخنوقه. بصوا البليزر ده باين، شفتوا البليزر والبادي ده بتاع البنطلون الاسمر اللي انا حطيت له البلوزه التانية، شفتوا البلوزه دي برضو جديده، ليها بنطلون اللي هو يا بنات قولوا معايا اللي هو البوي فريند، مش بلبس عليه اللي هو الجنس العادي الليجن يعني. دي بدله لبستها معاكم قبل كده في القناه. الطقم ده برضو من زارا، مش عارفه فين بنطلونه. بصوا بنطلونه جايباه برضو من زارا، هو طقم كامل نفس الدرجه. لبسته مره في المغرب هناك في العيد. بصوا جميل يا بنات، جميل جميل جميل. شوفوا بقى اتفضل شماعات قد ايه، كنت زحمه الدولاب على الفاضي. الشميز ده طبعا البلوزه اللي انا هحطها عليه دي مش بتاعته، ده ليه تيشيرت كده بكم في نفس اللمعه الفضه دي، بس بصراحه باين انا نسيه عند ماما. خلاص بقى الضرفه دي اخلص منها. كان في شويه غسيل بصراحه، طبقتهم برضو طبقتهم ورصيتهم برضو في الدولاب. ان انا مش انا عندي فوبيا ان البيت يتبهدل، والله يا بنات عندي فوبيا. النهارده برضو كنسته بالمكنسه، بس ما صورتلكوش حاجه يعني منه. عندي فوبيا. والمطبخ كنسته مرتين. شوفوا طبعا كنت جايبه فيلم على اليوتيوب، مش عارفه بتاع مش عارفه بوسي والليسي باين. التسريحه برضو قلت اعدلها. خايفه والله، تعبت في البيت جدا. يلا بقى ندخل نعمل الغدا، نشوف قلت ايه يعني. خليني اخلص كل حاجه. بصوا المطبخ زي الفل. انتوا عارفين انا والله العظيم يعني استاهل ان ظهري يوجعني. عملت شويه شغل ولسه كملوا الفيديو للاخر، وكل يوم اعمل نفس الحاجه كل يوم. طب اصبر يوم ويوم مفيش فايده. انا شكلي هقضي الاجازه السنه دي في السرير في المستشفى والله العظيم. طبعا نزلت بزيت وسمنه وثوم، ونحط بقى كيس صلصه. انا ما عنديش بصراحه صلصه طماطم اللي هي العلب دي، فان شاء الله بقى اجيب اول الشهر وكده اجيب الحاجات اللي ناقصه في البيت. نحط ال7 بهارات، التوابل ورشه سكر عشان الصلصه، ملح وكمون وكزبره وبابريكا وفلفل اسود و7 بهارات. يعني ملح وكمون وكزبره وبابريكا وال7 بهارات. تمام. ونخلي بقى الصلصه تتسبك عشان نشوف احنا هنعمل غدا ايه مع بعض. حطي لايك، انا قلت لك حطي لايك واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه. وحبيبتي اهو انا فهمتك والله انا قصدي انا بقصد ايه من الكلمه دي. انتوا عارفين ان انا بحبكم، ويعني مش عايزه اي حد مثلا لو اسالني عن حاجه بحب دايما اتكلم معاكم، لان انا بحبكم بجد وانتوا ناس محترمين. حطوا لايك بقى، حطوا لايك واشتركوا في القناه. شجعوني. شايفين الفيديو قعد يعني مثلا 4-5 ساعات، بس انا اللي استاهل يعني. انتوا مالكوش ذنب، انا استاهل. انا بعيد
بكل يوم شوفوا انا بعمل ايه. البيت نظيف بس انا مش عارفه انا بكلم نفسي، شوفوا بكلم نفسي. بصراحه بقى لقيت الحوض كام طبق كده والهون، فقلت اغسلهم. انتوا عارفين يا بنات المشكله في ايه؟ ان كنتوا يعني مثلا معلقه تتوسخ، بعدها طبق، بعدها مش عارفه الهون، بعدها مش الكبه، الخلاط، يا ربي تيجوا تلاقوا الحوض اتملى والمطبخ اتملى. انتوا عارفين بقى طول ما انتوا مثلا واقفين في المطبخ كده وبتغسلوا كل حاجه بتتبهدل منكم، والله العظيم مش هتحسوا بالمهرجان بتاع المواعين ده. انا بخاف من مهرجان المواعين جدا انتوا عارفين لو الحوض اتملى انا بقى عندي فوبيا، ما اغسلهوش يعني. احب لو بقى لقيت معلقه اغسلها، اما الشكل اللي ممكن الحوض يكون مليان ده بخاف منه، ما بحبهوش. طبعا السمنه كان خلصت، فطلعت السمنه زي ما انتم شايفين عشان اعملها، بسيحها اهو عشان العلبه فاضيه. نعمل بقى شويه رز ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. نطلع بقى اللبس كله عشان اللبس الاسود عشان اعمل معاكم دوره. ده البرسيل الجل بتاع العبايات يا بنات، بحط كيسين واحط كمان شويه من الدوني ده، بيخلي ريحه الهدوم حكايه. بعد ما بتتغسل بقى ساعات بودي العبايات كلها للمكواجي واعلقها في الدولاب مره واحده، وساعات بصراحه بقى ايه بمسك واحده في واحده واقف اكويها. عندي ترابيزه المكوى، عندي المكوى البخار، وساعات يعني بوفره كده. لما بصراحه ما بكونش قادره بوديها للمكوى. انتوا شايفين شغل البيت يودي في داهيه. نزلت بقى بالرز بعد ما الشعريه احمرت، حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت مكعب مرقه ورق لورا وفص حبهان. تمام. نحط بقى الشوربه اللي احنا عملناها دي، انتوا عارفين الشوربه الكدابه اللي احنا عملناها مع بعض. نغطي على الرز ويسيبه يستوي، والسمنه ورقه اهي، والصلصه كانت اتسبكت. نروح برضو نغسل الطبقين اللي اتبهدلوا. مش انا بقول لكم والله العظيم ما قعدت، والله العظيم ما قعدت. انا لو ما عملتش كده وانا واقفه هحس ان الدنيا كلها فوق دماغي. الحوض ده مش هشوفه من المواعين. وعلى ايه بقى؟ كده كده هنقف. بصوا الملح طبعا خلص من كتر المسيح، خلص. العلبه كانت مليانه على اخرها، كنت جايبه معاكم الباكيته بتاعت الملح. الملح خلص عندي في البيت على المسيح، من كتر ما انا يعني بكره الطاقه السلبيه، بخاف من اي حاجه، دايما امسح بملح، فبقت عاده فيا. فخلصت الملح، بعت بقى جبت 3 اكياس عشان ما كانش عندي ولا نقطه، وما كانش عندي حاجه يعني اعمل بيها الاكل. فضيتها في المنظم بتاعه قبل ما اشتري برضو كام كيس كده وامل العلبه عشان المسيح. انا بمسح بالملح اكتر ما باكله في الاكل، والله العظيم. نغسل بقى الرخامه. طبعا حطيت لها شويه خل كده بقى، انتوا عارفين الخل بيعمل ايه في الرخامه. بصوا الفوطه دي طبعا دي فيها صابون وفيها نقطه خل كده، فبمسح المنظمات دي من بره. هي لونها اسمر برضو، فبديها تلميعه كده وبغسل الرخامه. بصراحه حبيت اغسل الرخامه بقى، مش عارفه يا بنات بقى انا صح ولا غلط، ولا قولوا لي تهدي شويه في الكومنتات. قولوا لي يا بنات تهدي شويه. كل يوم اغسل. انتوا عارفين اقول لكم على حاجه تاني؟ انا بعد الاكل غسلت المواعين، هينزل لكم برضو في فيديو، وغسلت رخامه تاني. يعني انتوا فاهمين؟ طب ليه؟ المشكله ان انا ما بفهمش الكلام ده. بقول لو انا دي اغسلها 2 أو 3 مرات في اليوم، ليه؟ انا بحس ان الرخامه دي اصلا هتيجي في يوم كده وهيجي لها شرخ من كتر الميه، والله العظيم. شفتوا المسلح بيقول من كتر الميه ممكن المسلح دوت يبوظ. انا بحس ان الرخامه دي هتبوظ من كتر الميه، والله العظيم. دي حاله. يلا بقى، الحمد لله. حطيتي لايك ولا لا؟ قولي لي بقى، حطيتي لايك ولا لا؟ يلا يا بنات شجعوني بلايكات وكومنتات بقى كتيره، كومنتاتكم الحلوه دي، واشتركوا في القناه اهم حاجه. نغسل بقى المقص والمعلقه والبوتاجاز. لقيت عليه كده نقطتين مش عارفه زيت ولا ايه، قلت لا امسحهم بقى، امسحهم. انا عارفه ان انا بعد الغدا هغسله، بس برضو الشكل ده قلت ان النقطتين دولت خانقني. عشان انا بقول لكم دي فوبيا. نقلب الرز. بصوا انا جايه اقلب الرز، الحله كانت هتطير، الحمد لله. كنست بقى الحافظه اهو. شفتوا دي الحافظات اللي غسلتها معاكم، اللي بقول لكم ماما عشان الحتت العريانه دي ما عنديش ليها حاجه، يعني البلاط اللي هو العريان دوت ما فيش عليه حاجه، الفاضي يعني. بصوا بقى هنعمل كفته رز. فاكرين لما عملت معاكم كفته رز قلت لكم انا جبت كيلو لحمه وحطيت عليها 2 كوباية رز وشويه شعريه وبصلايه و3 فصوص ثوم وبقدونس وكزبره وبهارات كفته و7 بهارات وبهارات لحمه.
حطيت ملح وفلفل اسود، قسمتها على كيسين، مره عملتها ودي تاني مره اهو والله العظيم. يعني بصوا بقى بعد البصل والرز والشعريه والحاجات دي بتعمل معاكم اللحمه بتكون حوالي كيلو ونص. بتقسمي الكيسين على كيلو، يعني كيلو الا ربع وكيلو الا ربع، وتحطي معاها كمان كده كام واحده بطاطس، والله العظيم وجبه زي العسل. احنا بنحب الكفته دي قوي 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 قوي. وفي ناس بتعملها بلحمه جملي، بتبقى حلوه قوي يا بنات. على فكره ماما كانت بتعملها لنا زمان وطعمها بيبقى حلو قوي. بصوا نجيب بقى بطاطسيتين كبار، واخواتي اصلا بيحبوا يعني ياكلوا البطاطس مع الكفته وكده، بس احنا بننزل بالكفته الاول تاخد غلوه وبعد كده البطاطس على طول. قلت برضو ان شاء الله هجيب برضو واخلي كيسين كده في التلاجة، بس لما اجيبهم بقى اشيلهم متحمرين. على فكره ما بيفرقش يعني تشيليهم متحمرين تشيليهم كده. انا طلعتها بشويه فكت وصبحتها على طول وحمرتها يعني، ولا فيها اي حاجه. شوفي يعني كيلو لحمه بقى كيلو ونص بالرز والبتاع، وتقسموهم على كيسين اهو. والاطفال بيحبوها والكبار بيحبوها، اكله حلوه قوي. وعملنا الشوربه اللي هي الحلوه دي الكدابه دي، اللي حطينا فيها مرق، مرق مكعب مرقه وحبهان والقراوله وسمنه، ظبطناها يعني. بصوا بقى طبعا انا اكلت لي 2. انا بحب الكفته دي جدا جدا جدا، بفضل اخبيها من اخواتي، وعايزه اقول لكم ان انا اللي بفضل اكلها. بيحبوها ياكلوها كده وهي متحمره. وقسمتهم والله علينا، كل واحد خد له يعني كام صباع كفته وشويه بطاطس وطبق رز. عملت لهم بقى عصير. بصوا بقى اوعى وشك، انا عملت اختراع النهارده والله العظيم كان عسل. انا عايزه اقول لكم ان انا بمنتج لكم الفيديو دلوقتي، وجبت كوبايه كمان من العصير ده. بصوا على ضمانتي. شوفوا ده بنسميه ده بقى شمام ولا لا؟ ده مش الاناناس، لا ده مش الاناناس، عشان جوزي كان بيجيب لي حاجه كده دايما اكلها وانا في المغرب، اللي هي زي تحسوا فيها شجر دي، اللي هي انتوا عارفينها بقى الاناناس. ده شمام باين. المهم يا بنات تعالوا بقى شوفوا انا هعمل العصير ازاي. عارفين التانك؟ في تانك طبعا مانجا، في برتقان، في اناناس. بصوا التانك اللي هو شوفوا رسمه اللي على التانك دي، هي دي اللي انا قصدي عليها، اللي جوزي كان بيجيبها لي واكلها. نحط بقى ميه ساقعه، وحطيت عليها كيس تانك اناناس على الشمام ده. يا ربي يا ربي على العسل. ضربته بميه ساقعه ومكعبات تلج، وطبعا حطيت السكر، بس ما اعرفش الكاميرا ودت المقطع ده فين، مش عارفه. الايفون بتاعي يا بنات بيستهبل. بصوا جبت البتاع ده اسمه ايه اللي حطيت فيه العصير، والله العظيم انتوا عارفين من النهارده وانا عامله اقول ده اسمه ايه، اسمه شفشق باين اللي انا كنت بحط فيه دايما في رمضان. انا لا، بصوا الصيف عليكم بالعصاير، جنب الاكل عصاير يا بنات. مانجا، فراوله، طبعا الحاجات دي كلها لو هي متفرزه عندكم. انا عندنا بصراحه مانجا وفراوله وعندي جوافه، فانا حبيت. بصوا حاطه مكعبات تلج اهو، شوفوا حطيت في كل كوبايه كده كام مكعب تلج، وحطيت العصير كان ساقع.